بجد شركه سامسونج اتجننت عشان تنزل موبايل زي ده. السامسونج اي 24 فعليا نازل يدمر كل الموبايلات اللي في الفئه السعريه بتاعته، وانا بقالي حبه حلوين كده بجرب الموبايل ده، وفي الفيديو بتاع النهارده هتعرف كل حاجه عنه: تصميم، اداء، كاميرات، شاشه، بطاريه، سنسور المكالمات، وسعر الموبايل. وعلى فكره انت لو عايز تشتري الموبايل ده ويوصل لك لحد باب البيت بارخص سعر في مصر، هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن لاكتر محل انا ضامنه فعليا ممكن تشتري منه الموبايل ده واي موبايل تاني واي اكسسوارز للموبايل بتاعك عموما. والمحل ده انا فعليا اتعاملت معاه تعامل شخصي، وبجد الناس دي محترمه جدا. خش من اللينك تحت في الديسكربشن قول لهم ان انت تابعي، هيعملوا معاك شغل عالي جدا في الاسعار. اسم المحل والصفحه عموما بيت الجوال، وهسيب لك لينك تحت في الديسكربشن وكل ارقام التواصل. وقبل ما نبدا نفصص الموبايل ده واحده واحده، انزل دلوقتي حالا نعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش بقى تظبطني بفولو على انستجرام، هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنتكلم عنها في الفيديو بتاع النهارده عن الموبايل ده، وهي الديزاين بتاعه. والتصميم بتاع الموبايل هنا هو التصميم المعتاد من شركه سامسونج. اول ما تشوفه من بعيد كده هتحس ان ده فعليا موبايل من شركه سامسونج. التصميم بتاع الموبايل فعليا ما فيهوش اي حاجه مميزه، بس بعيدا عن الحوار ده فالتصميم بتاع الموبايل هنا شكله جامد قوي. اللون الاسود اللي معايا انا كنت كارهه بصراحه في الصور، بس اول ما اشتريته لقيت ان التصميم بتاعه مش اسود قاتم واسود وحش قوي، هو اسود كده مدي على رمادي. واللي عاجبني اكتر في التصميم ده هو الحلقات اللي حوالين الكاميرات، بجد شكلها صايع قوي. الخامات بتاعه الموبايل ده جايه من البوليكاربونات، بس بصراحه ما حسيتش اطلاقا ان الخامات بتاعه الموبايل ده رخيصه. واول ما مسكته كده حسيت ان الموبايل ده قوي، ومسكته في الايد على فكره بتكون مريحه قوي. العيب الوحيد اللي فعلا كان مضايقني جدا طول فتره استخدامي مع السامسونج اي 24 وهو انه للاسف بيبصم بطريقه فظيعه قوي، والموبايل ده للاسف مش بيجي اي كفر معاه في العلبه. فالكام يوم اللي انت هتستخدم فيهم الموبايل ده من غير جراب انت بجد هتتعقد من كم البصمات دي. بس بعيدا عن كل ده فالتصميم بتاع الموبايل ده فعلا عاجبني جدا. واكتب لي انت برضو رايك تحت في الكومنتات في الديزاين بتاع الموبايل ده. سيبك بقى من الكلام ده كله وتعالى نقلب الموبايل على وشه عشان نتكلم على الكارثه بتاعه الشاشه بتاعه الموبايل ده. تصميم شاشه السامسونج اي 24 تحسه كده هربان من موبايلات 2016. بجد التصميم والحواف بتاعه الشاشه هنا كبيره جدا لدرجه فعليا مستفزه، وانا اصلا مش قابلها خالص في الفئه السعريه بتاعه الموبايل. كل الموبايلات في الفئه السعريه دي جايه بهول بان وحواف قليله جدا، فكون ان الموبايل هنا جاي لك بشاشه ووتر دروب نوتش وبالحواف الكبيره قوي دي بجد حاجه سيئه جدا من شركه سامسونج. بس بصراحه شركه سامسونج جت على الحواف بتاعه الموبايل وحطت لنا حواف كبيره جدا، بس كل ده علشان تحط لك شاشه عظيمه جدا، شاشه سوبر اموليد فعليا مميزه جدا في حته الالوان. طبعا شركه سامسونج معروفه بالشاشات بتاعتها اللي فعليا بتكون جباره جدا. مفيش اي موبايل انا جربته في الفئه السعريه بتاعه الموبايل ده كان بيديني الالوان والسطوع الجامد اللي موجود في السامسونج اي 24، فباستثناء الحواف الوحشه جدا اللي موجوده هنا في الشاشه بتاعه الموبايل ده، فالوان الشاشه بتاعه الموبايل هنا بتكون روعه جدا وكمان دقيقه قوي. وشركه سامسونج برضو روقت علينا وحطت لنا شاشه 90 هرتز بتكون طياره في السكرولينج. فعموما كده الشاشه بتاعه الموبايل هنا تعتبر متكامله باستثناء الديزاين بتاعها. قبل بس ما اكلمك عن الاداء الخرافي بتاع الموبايل ده تعالى ما اقول لك كده على سبونسر فيديو النهارده. سبونسر فيديو النهارده هو بجد تطبيق جامد قوي هيساعدك جدا جدا في وقت الزنقه، علشان لو انت بره البيت ومحتاج نت ضروري قوي فخش حمل التطبيق ده من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن. اول ما بتخش على اللينك ده هتلاقي شرح كامل للتطبيق ده، هتعمل سكيب للشرح ده وتنزل لتحت كده شويه لغايه اما تلاقي لتحميل التطبيق ده اضغط هنا. هتضغط هنا بقى على طول وهتروح تحمل التطبيق ده، وبعد ما تحمل التطبيق ده وتديله كل الصلاحيات هتلاقي ان هو بيجيب لك كل شبكات الواي فاي اللي مفتوحه حواليك بالباسوردات بتاعتها. فبجد التطبيق ده هينفعك في وقت الزنقه. لينك التحميل بتاعه تحت في الديسكربشن، ويلا بينا بقى نتكلم عن الاداء الخرافي بتاع السامسونج اي 24. عايز اقول لك ان الموبايل هنا جاي لك بمعالج من ميديا تك الهيليو جي 99 مع اندرويد 13 وواجهه سامسونج الوان يو اي 5.1. المعالج العظيم ده اللي يعتبر اقوى معالج في الفئه السعريه بتاعته مع 90 هرتز وواجهه سامسونج، انت بجد هتاخد تجربه اداء لو انت استخدامك تقيل ملهاش مثيل في الفئه السعريه دي. تنقل ما بين الابلكيشنز هنا على الموبايل ده هيكون طياره، تفتح فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تتنقل ما بين كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل ده فعليا هيكون بسرعه وسلاسه. بس بصراحه بعيدا عن كل ده عايز اقول لك ان السوفت وير بتاع الموبايل هنا حاسه تقيل شويه. بحس ان انا كده وانا بتنقل ما بين الاوضاع بتاعه الكاميرا فيه شويه لاجات كده، او الموبايل تقيل شويه. الاستجابه بتاعه الموبايل في التنقل ما بين الابلكيشنز بتاعه السيستم نفسه بتكون بصراحه بطيئه شويتين. بس بعيدا عن كده فالاداء بتاع الموبايل هنا هيكون جامد جدا، ولو انت استخدامك تقيل وبتحب تتنقل ما بين ابلكيشنز فالموبايل هيسد معاك تمام ومش هيكون في اي بطء ولا اي توه. بالنسبه بقى للجيمرز اللي مستنيين اللحظه دي من الفيديو، قبل ما اكلمك عن تجربه لعبه ببجي على الاي 24، لو انت مكمل الفيديو لحد هنا ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب فانا زعلان جدا منك. انزل دلوقتي حالا نعمل لايك وسبسكرايب وتعالى اكلمك شويه عن تجربه الالعاب على الموبايل ده. لعبه ببجي لما جيت اشغلها هنا على الموبايل ده لقيت انها بتشتغل معايا على 40 اف بي اس، وبجد انا اخدت تجربه لعبه مميزه جدا من الموبايل ده، كان بيديني فعليا 40 اف بي اس باستقرار عظيم جدا من غير دروب في الفريمات ولا اي لاج. ولاحظت كمان ان الموبايل هنا مش بيسخن معايا اطلاقا. اللي مش هيساعدك قوي بصراحه ان انت لو انت مش جيمر زي حالاتي كده وانت بتلعب لعبه زي لعبه ببجي مش بتركب اي هاند فري، فالصوت بتاع الموبايل هنا ممكن يضايقك شويه، لان الموبايل هنا جالك بمونو سبيكر واحده مش ستيريو سبيكرز. فحرفيا انت وانت ماسك الموبايل هنا دي المونو سبيكر الواحده انت هتعمل كده خلاص انت كتبت الصوت بتاع اللعبه. فالحوار ده بصراحه ممكن يضايقك شويه، بس الحمد لله ان شركه سامسونج لسه حاطه لك منفذ السماعات 3.5 ملم والمكان بتاعه موجود في المكان الصح اخيرا. كل الشركات في الفئه السعريه دي بتقوم ماسكه منفذ السماعات ده وتقوم حاطاه فوق بطريقه بشعه وبيكون المكان وحش قوي. فالصراحه الحمد لله ان شركه سامسونج حطت منفذ السماعات في الموبايل هنا وكمان حطته في المكان الصح. طب
طب بالنسبه بقى للبطاريه يا عم تميمي، لو انا بقعد بره البيت كتير وعايز موبايل يسد معايا في حته البطاريه، اشتري الاي 24 ولا لا؟ السامسونج اي 24 جاي لك ببطاريه 5000 ملي امبير اور، فلو انت استخدامك من خفيف لمتوسط او اعلى من المتوسط بشويه، بطاريه السامسونج اي 24 هتكمل معاك اليوم للاخر. اما بقى لو انت فعليا استخدامك تقيل جدا ومش بتسيب الموبايل من ايدك، فالبطاريه بتاعه الموبايل ده ممكن ما تكملش معاك اليوم قوي بالمستريح. وللاسف بقى دي انا لازم اقولها لك، ان الموبايل هنا بيدعم شاحن سريع بقوه 25 واط. هو ده شاحن سريع بالنسبه لشركه سامسونج، كل الشركات حاطه شواحن 33 واط، وفعليا الشواحن دي بتكون سريعه جدا وكمان موجوده في العلبه. فبجد الشاحن ده ميت بالنسبه لاي موبايل تاني في الفئه السعريه دي. السامسونج 24 بلا فخر معهوش اي حاجه في العلبه غير الكابل بتاع الشحن وورقه الضمان مع ورقه معفنه كده ودبوس الشرايط. فبجد دي حاجه سيئه جدا من شركه سامسونج، انها للاسف مش حاطه شاحن سريع وكمان مش حاطه البلاجه بتاعه الشحن البطيء ده في العلبه بتاعه الموبايل. بس عموما كده لو احنا ما قارناش الموبايل ده باي موبايل تاني في الفئه السعريه بتاعته من ناحيه الشحن السريع، فهو هيكفيك جدا وهيكون كويس جدا معاك. فكك بقى من الحوارات دي كلها وتعالى نتكلم شويه عن الكاميرات بتاعه الموبايل ده. الموبايل هنا جاي لك بثلاث كاميرات خلفيه، الاولى والاساسيه 50 ميجا بكسل، الثانيه 8 ميجا بكسل ودي الترا وايد، والثالثه بتكون 2 ميجا بكسل ودي ماكرو كاميرا. بالنسبه بقى للكاميرا السيلفي فهي كاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل. عايزك تركن كل الارقام دي على جنب وتعالى نتكلم عن التجربه الفعليه للكاميرات بتاعه الموبايل ده. الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل هنا بتطلع لك صور فعلا جباره جدا في الفئه السعريه دي. بجد دي احسن صور ممكن تاخدها من كاميرا في الفئه السعريه بتاعه الموبايل ده. الصور فيها تفاصيل كتيره جدا، الالوان بتاعه الصوره نفسها بتكون تحفه قوي من غير اي اديت على الصوره هتنزلها على طول على السوشيال ميديا. الدايناميك رينج والموازنه ما بين الهايلايتس والشادوز في الصور اللي بتطلع من كاميرات الموبايل هنا بتكون عظيمه جدا. بجد الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل هنا انا راضي عنها تماما واقدر اديها 10 من 10 في الفئه السعريه دي. مفيش اي كاميرا خلفيه في اي موبايل تاني تقدر تنافس الكاميرا الخلفيه بتاعه الموبايل ده. وكمان على فكره الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل هنا موجود فيها مثبت او اي اس، وده هيكون مناسب جدا معاك في تصوير الفيديوهات. لو انت بتصور فيديوهات وايدك بتهتز كده شويه هتلاقي ان الفيديو ثابت معاك شويه، وتصوير الفيديو هنا بيوصل معاك لحد 1080 بي 30 اف بي اس، وفي الفئه السعريه دي تصوير الفيديو هنا هيكون ممتاز جدا معاك. على فكره كل الكلام عن التصوير بالكاميرات الخلفيه سواء الاساسيه او الالترا وايد الصبح او بالليل، انت بجد هتاخد تجربه تصوير رهيبه جدا من كاميرات الموبايل ده. بالنسبه بقى للكاميرا السيلفي بتاعه الموبايل هنا فهي كاميرا برضو لا تقل جمدان عن الكاميرات الخلفيه. فالكاميرا السيلفي في ظروف الاضاءه العاليه او حتى كمان المتوسطه هتاخد منها تجربه تصوير عظيمه جدا. السكين تون او لون البشره بتاعك هيكون مظبوط قوي، تفاصيل كويسه جدا في الصوره، واللوك نفسه بتاع الصوره كده من بعيد هتحس ان هو لوك جامد قوي. والصور على فكره قدامك وانت برضو ممكن تحكم وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. الموبايل هنا على فكره بتقدر تركب فيه شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، واول ما تركب الشريحتين دول وتعمل اول مكالمه بالموبايل ده هتنبهر من المايك بتاعه، بيعزل صوتي في المكالمات عن صوت الناس اللي حواليا، ودي بجد حاجه هتديك خصوصيه جامده قوي. الشبكات على فكره بتاعه الموبايل هنا كانت رايقه جدا معايا، والموبايل ده ما كانش بيسقط شبكه اطلاقا. البصمه بتاعه الموبايل هنا موجوده في زرار الباور، والبصمه سريعه جدا وممتازه، فيها انيميشن كده فيد ان، بس بصراحه مش بيأثر على السرعه بتاعه البصمه، والبصمه على فكره دقيقه جدا وهتقدر تعتمد عليها. اخيرا بقى الخلاصه، تشتري السامسونج 24 ولا في بدائل تانية احسن؟ بكلمك بجد والله الموبايل ده ملوش اي منافس تاني في الفئه السعريه دي. حرفيا اي منافس تاني للسامسونج 24 هتلاقي ان السامسونج 24 بيتفوق عليه في اغلب الحاجات. فلو انت فعليا معاك سعر السامسونج 24 خش اشتريه دلوقتي حالا من اللينك الموجود تحت في الديسكربشن بارخص سعر في مصر، وكمان هيوصل لك لحد باب البيت. ولو انت عايز نصيحه اخ لاخوه كده فانزل الحق اشتري الموبايل ده قبل ما يتسحب من السوق، لان بجد السعر بتاع الموبايل ده جبار مقابل الامكانيات بتاعته. وبس كده يا جدعان، دي كانت اول ريفيو كامله للموبايل ده بعد الاستخدام في الوطن العربي كله. فتقديرا بقى للمجهود ده كله ان انا جبت الموبايل ده بدري وقعدت استخدمه فتره عشان اعمل لك الفيديو ده، لازم دلوقتي حالا تنزل تعمل سبسكرايب وتروق عليا كده بلايك كومنت. وبس كده يا جدعان، اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم، وبس كده، سلام.